مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني جدا جدا جدا. خلصت الجولة الثالثة في الدوري المصري وبدأت كده تبان ملامح الدوري. طيب هتسألني في الأول كده، هتقول لي انت هتتكلم على الأهلي ولا على الزمالك ولا هتتكلم على ايه بالظبط؟ اقول لك ولا ده ولا ده. أول نقطة هتكلم فيها هي استاد القاهرة. يعني أنا مش فاهم ازاي الموسم يخلص يوم 5/6، آخر ماتش في الموسم اللي فات، ماتش نهائي كأس مصر ما بين الزمالك وبيراميدز، الدوري والموسم يفضل شهرين كاملين مفيش أي استخدام لاستاد القاهره ولا في اي حاجه بتتلعب لحد يوم 8/8. بنتكلم في حوالي 63 او 64 يوم، شهرين وشويه. كل ده مفيش اي صيانه ولا في اي حاجه حصلت في استاد القاهره، ويا مؤمن مستني اول ما الدوري يبدا في الجوله الثانيه، مش مثلا في الجوله العشرة ولا في الجوله ال11، في الجوله الثانيه تقولوا احنا هنقفل الاستاد عشان نعمله صيانه؟ طيب نخش بقى على النقطه الثانيه. هتقول لي بقى هتتكلم على انهي فرقه وهتبدا بانهي فرقه النهارده؟ اقول لك برضو لسه مش هتكلم عن اي فرقه، انا هتكلم عن التحكيم في مصر. بصراحه زي ما بنتكلم عن سلبيات وزي ما دايما بنهاجم التحكيم، فلحد دلوقتي مش عايز ان انا اسبق الاحداث قوي، بس لحد دلوقتي اللي احنا شايفينه لحد الجوله الثالثه التحكيم ايجابي جدا. فزي ما دايما بنهاجم التحكيم وزي ما دايما بنتكلم عن السلبيات بشكل عام وسلبيات التحكيم، لما يبقى في حاجه كويسه ولا يبقى في حاجه ايجابيه برضو لازم نذكرها. طيب نبدا بقى نتكلم في الكوره بجد، ونبدا بقى بالنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي فيه نقاط ايجابيه وفيه نقاط سلبيه. هبتدي بالايجابيات الاول. الايجابيات محمد بن رمضان. محمد بن رمضان بصراحه عامل لحد دلوقتي ماتشات قويه جدا، وانا شايف ان مستواه ثابت، ناقص بس ان لياقته البدنيه تزيد شويه، لكن غير كده انا شايف ان هو لعيب متكامل هجوميا ودفاعيا. مين تاني بصراحه حابب ان انا اتكلم عنه وحاسس ان الناس كلها مش مدياله حقه؟ وهو محمد شريف. محمد شريف اللي من اول ما جه بصراحه شايف ان هو حتى في الوديات وفي الماتشات الرسميه اللي لعبها لازم بيبقى ليه بصمه وعامل دور هجومي قوي جدا. مشكله محمد شريف بس ان هو جه بعد وسام ابو علي اللي كان في البيك بتاعه وكان عامل فورمه قويه جدا قبل ما يمشي على طول من الاهلي. فالناس كلها قاعده برضو غصب عننا يعني بنقارن شويه بين محمد شريف وبين وسام ابو علي. فالناس كلها حاسه ان محمد شريف مقصر، مع ان لو ركزت على محمد شريف هتلاقي في الاخر ان هو برضو يا جماعه الراجل لحد دلوقتي عامل دور هجومي كويس جدا. فانا شايف ان محمد بن رمضان ومحمد شريف اكتر النقاط الايجابيه في الاهلي لحد دلوقتي. طيب خلينا نتكلم على بن شرقي وتريزيجيه اللي لحد دلوقتي بصراحه حاسس ان هم لسه عندهم كتير، وحاسس ان هم لسه ما طلعوش كل اللي عندهم. هم مبدئيا بيأدوا اداء كويس، لكن احنا بالنسبه للي مستنيينه من تريزيجيه وللي مستنيينه من بن شرقي اكيد في عندهم اكتر من كده. لكن هم مبدئيا بيأدوا اداء كويس وبيعملوا برضو تفاصيل بسيطه بتخلص ماتشات. طب زيزو عندك يا باشا، لعب ماتشين جاب جونين وعمل اسيستين، ليه بصماته، بيلعب في مركز اساسا ما كانش بيلعبه قبل كده في الزمالك، اللي هو دلوقتي بيلعب في المركز رقم 8 اللي هو بيلعبه في منتخب مصر اوريدي اساسا. يعني المركز ده زيزو ده مركزه في منتخب مصر اللي هو رقم 8 اللي مايل ناحيه اليمين. طيب انت شايف ان زيزو كويس؟ انا بصراحه لو هتسالني هقول لك زيزو بيعمل دور هجومي ودفاعي حلو جدا. زيزو ليه بصمات، كل ماتش بيبقى ليه بصمه واللي بيبقى ليه ارقام كويسه جدا. لكن هتسالني على زيزو بتاع الزمالك هقول لك لا، لسه ما جابش فورمه بتاع الزمالك. زيزو احسن لعيب في مصر لسه ما جابش الفورمه ديت. طيب لو هنتكلم بقى عن النقاط السلبيه في الاهلي، انا مبدئيا شايف ان النقاط السلبيه تتجمع كلها في خط دفاع الاهلي. خط دفاع الاهلي نقطه ضعف واضحه وصريحه في الاهلي السنه دي. مبدئيا انا من فتره كبيره برضو ما شفتش ان خط دفاع الاهلي بالكامل ما فيهوش لعيب تقيل. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في خط دفاع الاهلي انا مش شايف فيهم لعيب تقيل. يعني مبدئيا لو بدانا بالمساكين هنلاقي فيه 4 أو 5 مساكين، بس ما فيش فيهم نجم سوبر اقدر ان انا احس ان هو شايل الدفاع زي محمد عبد المنعم او زي مثلا وائل جمعه قبليه. يعني حاسس ان مثلا ياسر ابراهيم او اشرف داري او العش او بيكهام، يعني حاسس ان كلهم لعيبه كويسه بس ما فيهمش لعيب سوبر تقيل يقدر يشيل دفاع النادي الاهلي. حتى ياسين مرعي لعيب كويس على فكره وخامه كويسه، بس سنه صغير وخبرته برده لسه ما تاهلوش ان هو يبقى هو اللعيب اللي شايل دفاع الاهلي. المشكله ان ساعات يعني الاهلي عدى عليه مراحل كتير برده بيبقى دفاعه مثلا مش قوي قوي، بس بيبقى عنده باك شمال حلو او باك شمال كويس، او بيبقى عنده مثلا باك يمين كويس. المشكله ان خط دفاعه مش قوي ومعاه باكات مش قويه. يعني هنتكلم ناحيه اليمين عمر كمال وهاني، ناحيه الشمال ساعات كوكا وساعات شكري وساعات كريم فؤاد، مفيش فيهم نجم. وواضح ان خط الدفاع مشكله كبيره جدا عند النادي الاهلي السنه دي، لازم ان هو يدعمها في يناير. ومصطفى شوبير برضو علامه استفهام كبيره جدا ان هو خد فرصه من بدايه الموسم وهو يعتبر حاليا الجون الاساسي في النادي الاهلي. فمش عارف ليه شوبير مستواه مهزوز جدا. لعب الماتشين اللي فاتوا بصراحه مستوى ما كانش احسن حاجه. الماتش الاولاني غلط ولبس كريم فؤاد كده في الجون الاولاني بتاع فيوتشر. الجون الثاني طبعا في ماتش فاركو جون ضحك طبعا، يعني ما فيش حد في الدنيا يعمل اللي هو عمله دوت.
لكن المشكله ان الناس كلها كانت مستنيه شوبير يلعب، والناس كلها دعمته جامد جدا، والناس كلها كانت بتشيد بيه، وهو نفسه كان عامل مستوى قوي. فانا مش شايف اي تفسير للهزه اللي شوبير بدا بيها الموسم دوت. اليو ديانج اللي هو لغز في النادي الاهلي لحد دلوقتي مفيش حد في الدنيا فاهمه، ومش عارفين سبب استبعاده. مثلا ده قرار من الاداره لحد ما يجدد، ولا ده رؤيه فنيه فانت شايف ان هو ما يقدرش يلعب ماتش كامل او ماتشين ثلاثه ورا بعض؟ وبصراحه ده لو قرار من الاداره هتبقى مشكله، ولو رؤيه فنيه هتبقى كارثه، لان كلنا شايفين في الوقت دوت ان اليو ديانج انا بالنسبه لي شايف ان هو من اقوى لعيبه نص الملعب في الدوري المصري، والكواليتي ده اساسا مش موجود في الدوري المصري. فان انت يبقى عندك لعيب زي دوت وما تلعبوش، وكمان يعني حتى مروان عطيه مش موجود، مروان عطيه مصاب ومش موجود عشان نقول مثلا ان هو مروان احسن منه دلوقتي او لا، ده مروان مش موجود، فانت بتلاعب مره احمد رضا، ولما تلعب ديانج تطلعه وتنزل كوكا. مش مفهوم خالص ايه سبب ان اليو ديانج ما بياخدش فرصه زي بقيه اللعيبه. طيب نخش بقى بسرعه على نادي الزمالك اللي لحد دلوقتي لعب 3 ماتشات اخذ منهم 7 نقط. اول حاجه كسب سيراميكا 2-0، بعد كده تعادل مع المقاولين 0-0، بعد كده كسب مودرن فيوتشر 2-1. مبدئيا احسن ماتش للزمالك لعبه زي ما المدير الفني قال لك يانيك فيريرا الماتش الاخير بتاع مودرن فيوتشر، وهقول لك ليه دلوقتي ليه احلى ماتش للزمالك لعبه. ماتش سيراميكا لو تفتكروا عملت فيديو على طول بعد الماتش، قلت يا جماعه ده كمين للزمالك، مكسب الزمالك 2-0، الناس فرحت بجون شحاته، والناس فرحت باداء ادم كايد، والناس فرحت بالصفقات الجديده، وقلت ده كمين. الزمالك مستواه وحش جدا، الزمالك بطيء، الزمالك هيتكعبل قدام، ولازم الناس تبدا تتكلم من دلوقتي وما تفرحش بان احنا كسبنا سيراميكا وخلاص. طيب اللي انا قلته دوت كنت متوقعه جدا، بس المفاجاه ان هو حصل تاني ماتش على طول وقدام المقاولين اللي لسه طالع من الدرجه الثانيه، وفعلا الزمالك ما قدرش انه يسجل هدف ولا قدر انه ياخد ال3 نقاط قدام المقاولين وتعادل 0-0، وبرده كان مستواه وحش جدا. ايه اللي حصل بقى في ماتش مودرن فيوتشر يخلي الزمالك يكسب ويخلي الناس مبسوطه من الاداء؟ حاجه بسيطه جدا يانيك فيريرا عملها وخد باله منها، وهو باختصار ان ما ينفعش دونجا ومحمد شحاته يبداوا الماتش مع بعض. مستحيل تلعب كرة حلوه وانت عندك لعيب زي دونجا ولعيب زي شحاته، مش عشان الاثنين وحشين ولا عشان الاثنين مقصرين، بس عشان الاثنين شبه بعض وما بيعملوش الدور اللي لازم حد يعمله زي ناصر ماهر او عبد الله السعيد. طيب باختصار عشان ما تزهقش مني، اللي انا اقصده ان الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في الطلوع بالكوره، عنده مشكله كبيره جدا في الطلوع بالكوره من خط الدفاع لحد نص الملعب الهجومي بتاع الزمالك. ليه؟ علشان دونجا وشحاته ما بيعرفوش يعملوا كده، الاثنين مش لعيبه كوره، الاثنين بيجروا بيعملوا مجهود، يقطعوا الكوره، يشوطوا، يغطوا، يعملوا اوفر، يعملوا اسيست حلو، لكن مش هم اللعيبه المتمكنه اللي تقدر تقف على الكوره وتقدر ان هي تباصي وتقدر ان هي من الاخر تبقى دورها اللي هو دور القصه بتاع نص الملعب. انت اصلا ما عندكش كمان مدافع كورته حلوه زي حسام عبد المجيد والونش، الاثنين بيطفشوا قدام او بيباصوا لدونجا وشحاته، فالاثنين برضو بيعطلوا، فبتلاقي ان الكوره ممله. طب الحل ايه؟ الحل اللي انت يبقى عندك لعيب رقم 8 حريف، واحد زي فرجاني ساسي، واحد زي فتوح كان ممكن يلعب السنه دي في مركز رقم 8 حلو جدا لانه لعيب كوره، لعيب مهاري. عمل ايه يانيك فيريرا عشان يحل الموضوع دوت؟ لعب عبد الله السعيد رقم 8 جنب شحاته، وانا شايف ان عبد الله السعيد لعب احلى ماتش ليه الموسم دوت في ال3 ماتشات اللي لعبها، بسبب ان هو وناصر ماهر كانوا عارفين يطلعوا الزمالك قدام بالكوره حلو جدا، ولولا يعني رعونه ناصر ماهر الماتش ده كان ممكن يخلص 3 او 4-0 للزمالك، وكان يخلص مرتاح جدا. طب عايز اتكلم عن نقطه ايجابيه ثانيه برده في الزمالك بصراحه، وهو خط دفاعه اللي دخل فيه لحد دلوقتي جون واحد بس في ال3 ماتشات، وكمان اون جول بالدربكه وغلطه من صبحي. شايف لحد دلوقتي ان دفاع الزمالك حلو جدا. مشكله الزمالك في خط نصه، ودي اللي لازم يانيك فيريرا يكمل بنفس الطريقه اللي لعب بيها قدام مودرن فيوتشر، ان هو يلعب بناصر وعبد الله، او ممكن يلعب بمثلا لعيب زي فتوح، ما ينفعش يلعب بشحاته ودونجا الاثنين جنب بعض. طب هنتكلم بقى على الخط الهجومي في نادي الزمالك، وهنتكلم مبدئيا عن خوان الفينا اللي عمل اداء قوي جدا، ومن زمان ما شفناش لعيب في الدوري المصري برازيلي او من امريكا الجنوبيه عامه نحس ان هو فعلا برازيلي ونحس ان هو فعلا لعيب كبير. وانا شايف بصراحه ان هو صفقه سوبر ولعيب قوي جدا وعمل اداء قوي جدا. طب هنتكلم عن ادم كايد، انا شخصيا شايف ان ادم كايد لعيب كويس، لعيب باور جدا، بيعمل دور دفاعي حلو جدا، بيعمل دور هجومي حلو جدا، بيعرف يقف على الكوره، فانا شايف ان هو لعيب كويس جدا. مين تاني لعيب كويس؟ احمد شريف لمسته ومجهوده لما نزل في الماتش الاخير بتاع مودرن فيوتشر واضح انه عايز يعمل حاجه. طيب اتكلمنا عن شيكو بنزا، انا رايي في شيكو بنزا من اول ماتش اتكلمت فيه في ماتش سيراميكا كنت شايف ان هو لعيب سيء جدا. لو تفتكر انا قلت لك حتى اللي هو يعني باختصار رجع لي مصطفى شلبي وخد شيكو بنزا، لان انا شايف ان هو لعيب ضعيف جدا. طيب شيكو بنزا انا شايف ان احسن مركز يلعب فيه في الزمالك هو رقم 10، بس انا شايف ان بصراحه شيكو بنزا مش
لعيب حريف ولا مهاري ولا بيعمل اوفرات ولا ليه اي بصمه خالص من ناحيه الشمال او اليمين. وشايف ان هو لما لعب اول 10 دقائق في الشوط الثاني، لو تاخد بالك من الدقيقه 45 للدقيقه 55 كان بيلعب في نص الملعب، وناصر ماهر كان هو اللي بيلعب وينج شمال. في الوقت دوت هو ده اللي شيكو بينزا ظهر واحرز هدف، وكان واضح ان هو مرتاح في المركز دوت. فانا شايف لو هتلعب بادم كايد وينج شمال، وهتلعب باخوان البينا وينج يمين، وهتلعب بناصر وعبد الله وراهم شحاته، ممكن تنزل شيكو بينزا مكان ناصر او عبد الله، يعني تخلي عبد الله 8 وجنبه شحاته، قدام ناصر على الشمال ادم كايد، على اليمين خوان البينا، وتشيكو بينزا ينزل مكان مثلا ناصر ماهر، لان ناصر ماهر يقتل بدنيه ومجهوده بيقل جدا الشوط الثاني. عدي الدباغ شايف ان هو ما اداش، ومش واضح من تحركاته ومش واضح برده من لمسته كده ان هو مهاجم شرس ومهاجم قوي. مش عايزين نحكم بدري، ومش عايزين برضو ان احنا يعني نقرر كده مبدئيا ان ده لعيب كويس او ده لعيب وحش بدري، بس انا بتكلم ان انا اللي شفته لحد دلوقتي في الجوله الثالثه. عدي الدباغ مش المهاجم السوبر القوي اللي احنا كنا مستنيينه. شايف ان ناصر منسي لحد دلوقتي يا جماعه احسن مهاجم في الزمالك، ده رايي انا الشخصي. عندك عمرو ناصر ما اداش الاداء اللي هو، عندك عدي الدباغ ما اداش الاداء اللي هو، سيف الجزيري كده كده مستواه واقع جدا الفتره ديت. فشايف ان لحد اللحظه ديت ناصر منسي هو اكتر مهاجم في الزمالك بيعمل يعني ضغط على المدافعين، واكتر مهاجم في الزمالك بحس ان في خطوره من ناحيته وبيعرف يتحرك صح. فده رايي انا الشخصي. في شويه نقاط برضو عايز اتكلم فيها كده بعيدا عن الاهلي والزمالك. شايف مثلا ان فرقه المصري هي لحد دلوقتي احسن فرقه في الدوري المصري، ما تتخضش من اللي انا بقوله، انا مبسوط جدا بفريق النادي المصري. شايف ان نبيل الكوكي المدرب التونسي عامل معاهم اداء قوي جدا. المصري جايب تقريبا 7 أو 8 اجوان في الثلاث ماتشات، اخد 7 بونت وتعادل مع بيراميدز، يعني ما ضيعش نقطتين مع مودرن فيوتشر ولا المقاولين زي الاهلي والزمالك، لا ده ضيع نقطتين قدام بيراميدز. وشايف ان المصري عنده بصراحه طقم هجوم قوي جدا، وشايف ان دغموم من احسن اللعيبه اللي في الدوري لحد دلوقتي. فانا شايف ان بصراحه دغموم عامل اداء قوي جدا، وشايف ان المصري كله على بعضه عامل اداء قوي جدا السنه دي، واتوقع ان المصري هيكمل وهيبقى نفسه طويل مع الاهلي والزمالك وبيراميدز السنه دي. يعني المصري مش هيبقى الفرقه اللي هي رقم 4 وخلاص ضمن الكونفدراليه، لا انا حاسس ان المصري هيبقى فيه نوش كده بالبلدي، اللي هو ايه، هيبقى مثلا بينه وبين الاول 6 نقط او 5 نقط. ده احساسي انا الشخصي، وانا شخصيا مبسوط ان في فرقه جماهيريه لحد دلوقتي صامده وقادره ان هي تعمل الدور القوي دوت في الدوري المصري. لان لما تيجي تبص الناحيه الثانيه على الاسماعيلي والاتحاد السنه دي، يعني الاتحاد السنه دي بقى محزن جدا. الاسماعيلي انا شخصيا يعني، ومش عايز الجمهور الاسماعيلي يتضايق من اللي انا هقوله دوت، بس انا شخصيا اتوقع بنسبه 90% الاسماعيلي هينزل السنه دي، لان اللي هينزل السنه دي 4 فرق. فانا اللي انا شايفه دوت ان الاسماعيلي مش هيبقى خامس من تحت او سادس من تحت، لا الاسماعيلي هيبقى ممكن مثلا قبل الاخير او قبل الاخير، ده توقعي انا باللي انا شايفه ده. الاتحاد وحش جدا، واتوقع ان الاتحاد مش هيبقى من السبعه اللي هيكملوا الدور الثاني مع بعض على منافسه الدوري. يعني انا شايف ان الاهلي الزمالك بيراميدز مصري، ممكن طلائع الجيش، ممكن سموحه، ممكن زد. اخر حاجه الجوله الجايه مهمه جدا في الدوري المصري، عندك الزمالك هيلعب ضد فاركو. انا شايف ان هو ماتش الى حد ما في المتناول، ماتش مش صعب، ماتش يعتبر سهل شويه للزمالك. وشايف ان الماتش الناحيه الثانيه بين الاهلي وغزل المحله هيبقى ماتش رخم شويه، بسبب ان الماتش في ارض غزل المحله وفي استاد غزل المحله، الاستاد الصعب الرخم شويه. فشايف ان الماتشين اللي جايين دول برده مهمين جدا للاهلي والزمالك. بعد كده الجوله الخامسه هتبقى مهمه جدا عشان يبقى فيها ماتش الاهلي وبيراميدز. وشايف ان الاهلي لو قدر ياخد الست نقاط اللي جايين دول بتوع المحله في المحله وبيراميدز، شايف ان الست نقاط دول هيبقوا مهمين جدا للاهلي، ولو قدر ان هو ياخد الست نقط دول هيكمل، يعني هتبقى زقه حلوه للاهلي الفتره الجايه. ماتش الزمالك اللي جاي مهم جدا ان هو يكسب مرتاح، بحيث ان هو يبقى اخد 10 نقاط من 4 ماتشات. شايف برضو ان الدنيا هتبقى لحد ما برضو كويسه معاه. خلينا نشوف اللي هيحصل ايه، وباذن الله بعد ما الجوله الرابعه تخلص هنعمل فيديو تاني ونقعد ندردش شويه. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.